السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة المحشي بأبسط طريقة ممكنة. لو سنة أولى مطبخ هتعرفي تعمليه وهتعمليه بسرعة جدا، مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود خالص. يلا بينا ندخل على طول على طريقة التحضير. معانا هنا الشوربة اللي احنا هنستخدمها للمحشي. انا حطيت لها بصلايه وطماطمايه، شويه من الكمون، شويه من الفلفل الاسمر. تقدري تحطي في الشوربه دي لحمه او فراخ او اي حاجه انت عايزاها. معايا هنا بصلايه، ديت التخديعه بتاعتنا بتاعت المحشي، التسبيكه بتاعت المحشي زي ما بيقولوا. بصلايه، ومعانا هنا شويه زيت حطيناهم على البوتاجاز لغايه ما يتحمروا. التكايه هنا بقى ازاي نوفر وقت معانا. انا معايا الطماطم ديت بجيبها طماطم سليمه واحطها على البوتاجاز تاخد نص سوا، وبعدين اضربها في الخلاط واحطها في اكياس في الفريزر. بطلعها على الطبيخ على طول، ما بتاخدش دقيقه واحده بس معايا على البوتاجاز. معايا كده زي ما انتم شايفين حطيت معلقه من الفلفل الاسمر، معلقه 7 بهارات، معلقه كمون، والكيس الاخير ده اسمه بهارات محشي، بيبقى فيها كل حاجه فيها بهارات المحشي. وهنا الملح طبعا بيبقى حسب الرغبه. هقلبهم تقليبه كويسه واحطهم على البصله اللي احنا حمرناها في الاول. بس كده وكده التسبيكه بتاعتنا تكون جاهزه. معايا هنا الديك البلدي هحطه في الميه اللي احنا جهزناها في اول الفيديو. ومعايا هنا الرز انا غسلته، ومعايا الخضرة برضو غسلتها وقطعتها، وكمان التخديعة جاهزة معانا. هقلبهم تقليبة كويسة كده، والحلة دي ما نغسلهاش لان احنا هنلف فيها المحشي. ما غسلناهاش ليه؟ لان بقايا الصلصة ديت هتحمر معانا الكرنب. اول ما هنضيف الشوربة السخنة هتحمر معانا الكرنب على طول، البقايا بتاعت الصلصة دي. انا حطيت في القاع بتاع الحله كده بصلايه، وحطيت كمان العروق بتاعه المحشي، وحطيت طماطمايه وقرن فلفل، بيعملوا طعم حلو جدا وريحه جميله. وقرنين الفلفل دول بيخلوا ريحه الشقه بجد مقلوبه، ويخلوا المحشي ريحته فظيعه، والطعم كمان حلو. حابين تضيفوهم ضيفوهم، مش حابين تضيفوهم خلاص. هلف معاكم كده المحشي بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومستحيل المحشي يفك منك. زي ما انتم شايفين كده هنلفه. اهم حاجه تكتري الكرنب وتقللي الرز. الصباع رفيع جدا وطالع شكله جميل، وان شاء الله هيطلع معاكي مفرفر، والطعم بجد جميل جدا حتى لو اول مره تعمليه. بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هنلف كمان واحد. طريقه سهله وبسيطه كده، مش تاخد معاكي 10 دقايق بجد، الحله كلها هتتلف في 10 دقايق. الكرنب ده برضو انا سلقاه وحطاه في الفريزر ومفرقاه في اكياس. خلصت الكميه كلها كده زي ما انتم شايفين. والطبق ده برضو انا مش هغسله، زي ما قلت لكم الطبق ده انا مش هغسله. انا هضيف فيه برضو الشوربه اللي انا عاملاها، اللي انا عملتها معاكم في اول الفيديو. لان الطبق بيبقى فيه برضو بقايا من الصلصه هعملها فيه بالشكل ده كده، وهنضيفها على المحشي. هضيف على الشوربه دي بقى شويه من الكمون، وشويه من الفلفل الاسمر، وشويه من بهارات المحشي عشان يخلوا الطعم غني معايا شويه، لان انا مكترتش اي بهارات في الشوربه عشان احنا عايزينها تبقى خفيفه للشرب. ضفت كده الملح. انا بحب الحدق بتاعه يبقى عالي شويه. بس هنضيف بقى عليه على الشوربه ديت، هنحطها على المحشي بالشكل دوت. اهم حاجه ما تكونوش مغطيين وما يبقاش غرقان قوي عشان ما يعجنش منكم، يا دوبك ما يكملش تغطيه الوش. ونحطه على درجه حراره عاليه لغايه ما يتشرب، وبعدين ننقله على درجه حراره متوسطه. هيطلع معاكم بالشكل دوت مفرفر جدا وجميل. ودي طريقه سهله ان انتوا تقلبوا بيها، تمسكوا الايد من هنا ومن هنا وتيجوا قلبين. هيتقلب معاكم بمنتهى السهوله وبدون ما تتلسعوا ولا تتحرقوا ولا اي حاجه من دي. وطلع معايا مفرفر وجميل جدا كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. والله كان طعمه حلو ولا صباع فك اهو. يعني على يدك، يعني زي ما انتوا شايفين مفيش ولا صباع فك. يعني بجد بجد كان الطعم روعة، والفلفل طالع معايا مستوي جدا. ويا رب اكون بسطت عليكم الامور، ويا رب تكون الطريقة سهلة وتكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش في كومنت حلو ولايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.